ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا طلبت حاجه من مصر دلوقتي هنعمل لها انبوكسنج. نعمل انبوكسنج فين بقى؟ احنا فين دلوقتي؟ امريكا. في امريكا شيكابيكا. تمام. قطعه من مصر المفروض كنت تفتحها في الامارات، لا فتحتها في امريكا. شوفوا سبحان الله. ماشي يلا انت افتحيها عشان انا ايدك ايدي لا تعمل حاليا. اللعبه دي يا جماعه من الالعاب جامده جدا. اللي لما شفتها قلت لا اللعبه دي بجد لازم ايه، لازم واحد يجيبها. مم. واللي عملها على فكره ذكي جدا، دماغ يعني. وعلى فكره هي جايه دلوقتي انا مثلا حاسس بألم دلوقتي، فهي اسمها ليها علاقه بحاجه ليها علاقه بالألم. بجد؟ اه والله. في دواء اسمه ايه؟ بنادول؟ لا اكيد يعني. كام؟ هو شكل الموضوع عشان تطلع اللعبه بتاع. هي لعبه جماعيه بتلعبوا بيها. هي اسمها بتنكسر يعني؟ ليه محطوطه هيك ملفوفه 500 لفه؟ مش عارف. يلا هنحارب. شوي شوي بس مش عمال ينكسروا ماشي. اضافيين. اه صح. في البتاع اللي هي بتطرقع دي. فيها طيب اوكي بتاع اللي بتطرقع. طب ملاكه. معانا سكينه. طب ملاكه. معانا سكينه بس احنا ايه سكينه ستيك كمان مو اي ستيك. سكينه يعني. خلي بالك بس ايه عشان السكينه ممكن تعورنا. ايوه بعد انت بعد. ماشي بعت. ايوه اهي. والله كنت هقول لك كتافلام كتافلام يا جماعه. ايوه اهي بس قلت ايه كتافلام؟ انا اصلا مش عارفه. كتافلام. اه مش عايزه تطلع. سنيك بيك سنيك بيك شايفين حاجه؟ سنيك بيك. سنيك بيك. هي دي يا جماعه اللعبه كتافلام. الدواء اللي هو اسمه كتافلام اصلا بتاع الالم، هو عملها اللعبه دي الذكي اسمه ايه الراجل ده؟ مش عارف اسمه ايه. استني هنعرف اسمه دلوقتي. افيهات اكسترا. لعلاج مدمني السينما المصرية وأفشات الأفلام. ايوه. عارفه ليه بقى اسمها كتافلام؟ ليه؟ عشان هو اسمه الكتاني. عيلته اسمها الكتاني. فهو سماها جايه من اسمه يعني اسم العيله. وهو كتافلام، هو اصلا كتافلام اصلا موجود دواء اسمه كتافلام، فهو اخذ الاسم يعني، بس فكره ذكيه. اللعبه دي بقى ايه بقى؟ لعبه فيها 200 ورقه او 200 كارت. ال 200 كارت دول كلهم فيهم افيهات. طريقه اللعب اقري بقى. ماشي يا جماعة. اتفضلي. عندنا هون طريقة اللعب اتفضلي. والاستخدام. هي بتتاخد بالبق يعني. ما هو كانها بقى دواء بقى يعني، روشته بقى. في نوعين من الكروت، أسئلة وإفيهات. الأسئلة المطلوب منك توصل لاسم الفيلم. الإفيهات المطلوب منك توصل لاسم الفيلم اللي اتقال فيه، مين الممثل اللي قاله، لو كان معروف، كان اسمه ايه في الفيلم إذا وجد. وكل حاجة من دول عليها 5 بوينتس لو جاوبت 5 بوينت لو جاوبت صح أو كلهم 5 بوينتس. كل حاجة من دول عليها 5 بوينتس. الراجل ده كريم قوي والله، يعني كريم مش بوينت واحدة بس، لا 5. الطريقة الأولى كتفاست. في الطريقة دي أسرع واحد يوصل لإجابة هو اللي راح ياخد البوينت الموجودة على الكارت، واللي هيوصل ل 200 بوينت هو الكسبان. في كل مرة واحد منكم هيسحب كارت هيكون هو الطبيب الاستشاري بتاع الدور، وهيسأل السؤال بصوت عالي، وهو اللي هيحكم مين جاوب أسرع واحد فيكم. يعني لازم يبقى في 3. اذهب إلى المحكمة. ايه ده؟ يعني اذهب إلى المحكمة دي شكلها كأنها اسمه ايه ده؟ مونوبولي. كأنها مونوبولي. بنك الحظ. بيقول لك أسرع واحد يوصل لإجابة هو اللي هياخد البوينت الموجودة على الكارت، واللي هيوصل ل 200 بوينت هو الكسبان. في كل مرة واحد منكم هيسحب كارت هيكون هو الطبيب الاستشاري بتاع الدور، وهيسأل السؤال بصوت عالي، وهو اللي هيحكم مين جاوب أسرع واحد فيكم. أوكي تمام. يعني في الأول الطبيب الاستشاري مش بيجاوب على السؤال اللي بيسأله، من حقه يشوف الإجابة. وبرضه يا جماعة عشان تعرفوا تشوفوا الإجابة إزاي، بيبقى في باركود موجود اهو زي ما انتم شايفين. الباركود ده انت بتعمله سكان، بتلاقي بعد كده الإجابة. مش عارف بتلاقيها فين، بس بتلاقيها في ابلكيشن معمولة بقى، ولا بيلاقي الإجابة إزاي؟ مش عارفة. بيقول لك في طريقة تانية. الطريقة دي بقى هتقسموا نفسكم فريقين. كل فريق هيسأل الفريق التاني تمام تاني سؤال من على الكارت، ولازم يوصلوا لإجابة في مدة لا تتعدى 60 ثانية. اللي هيوصل ل 400 بوينت الأول هو اللي هيكسب. قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة للألعاب المشابهة الخناقات بين الأصحاب والأسرة، ارتفاع ضغط الدم، عدم النوم بسبب التفكير في الإجابات، إدمان اللعبة، الإفراط في الضحك. بعض الأسئلة معمولة من ناس زيكم، مقصود بيها أفلام معينة
فلو لقيتوا اجابات تانية او مختلفة ممكن تبعتوا لنا على صفحة الانستجرام ونزودها في النسخ الجديدة. كتفلام.ag. ولو عندك سؤال في دماغك بنفس طريقة أسئلة كتفلام ممكن تبعت لنا السؤال على الانستجرام. ايه ده بيقول لك ممكن تبعت لنا السؤال على الانستجرام ولو حلو هننزله في النسخ الجديدة ونحط اسمك على الكارت. طب حلو قوي. يحفظ في درجة حرارة لا تزيد 30. تحفظ الله بعيد عن متاعب الأطفال. كتفلام. نعمل سكان دي يا جماعة صح؟ ولا ايه؟ طب نعملها ازاي طيب؟ نعرف ازاي الإجابة؟ إجابة ايه مش موجودة هنا؟ لا الإجابات ما بتكونش موجودة. لا موجودة. لا ما بتكونش موجودة الإجابات خالص. مين قال لك؟ اهي. ما دي من قال هذه العبارة؟ وانا عشان فاقد الذاكرة تبهدلوني كده؟ ده انا بقيت شبه الهدية الملفوفة. انا عارفها مين. يا جماعة مين قال هو انا عشان فاقد الذاكرة تبهدلوني كده؟ ده انا بقيت شبه الهدية الملفوفة. مين قالها بقى؟ اكتبوا ده في التعليقات تحت. تمام؟ وقولوا لنا هل انتوا بتلعبوا اللعبة دي او كنتوا عارفين عن اللعبة دي ولا لا في التعليقات تحت، وبتتابعونا منين بالظبط. هنلعب بقى معاكم الالعاب دي. الاسئلة دي كلها ان شاء الله هنسألها لكم كده. تمام مش كلها يعني بس هنسألكم يعني جزء منها كبير على التيك توك على صفحتنا على علي اند رنا فاميلي. فتكونوا انتوا عاملين فولو هناك واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جامده جدا الفتره الجايه. افتكروا مشتركين في القناه ومفعلين الجرس ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي. مع السلامه.